اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده عندنا حلقه جميله وجديده عن واحده عن الاكستنشنز المهمه جدا في جوجل كروم اللي هي كيو ار كود. طبعا دي اكستنشن سهله جدا، احيانا كتير بنحب نسكان كيو ار كود بسرعه، نحب نجنريت لنفسنا كيو ار كود، فدايما ندور على مواقع بتعمل الحاجات دي، ويكون في مواقع مثلا بتسكان بس، مواقع بتعمل كيو ار كود بس. لا، احنا هنعمل اكستنشن بتعمل الحاجتين بسهوله جدا. فهو البتاع اسمها كيو ار كود، هنعمل لها اد تو كروم دلوقتي. وطبعا هيكون الموضوع سهل قوي، هحط لكم برده اللينك بتاعها في الديسكربشن بحيث ان انتوا تقدروا تدخلوا على طول، يعني من غير ما تقعدوا تبحثوا كده، عشان احيانا في البحث مش بيظهر الاكستنشنز اللي بتبقى موجوده كلها. فاحنا هنيجي هنا دلوقتي هندوس على كيو ار كود بعد ما حملناها. طبعا ده اولا الكيو ار كود بتاعك، احنا ده الديفولت لينك بتاع الكيو ار كود. مثلا طب افرض انا عايز ايه، عايز مثلا احطه على لينك تاني، هعمل ايه؟ هجيب اي لينك، مثلا لينك قناه اليوتيوب بتاعتي. فبعد ما جبت اللينك هاجي هنا، وبدل اللينك ده اعمل كنترول ايه، اشيل اللينك احط كنترول في كده. الكيو ار كود بتاعنا موجود، ممكن بكل بساطه اعمله داونلود، بقى عندي كيو ار كود متحمل. طيب تقول لي ازاي بقى انا اسكان؟ هاجي هنا برضو على نفس الحاجه ادوس عليها واقول اسكان. المره دي انا عايز احمل كيو ار كود. عندنا اكتر من حاجه، ان احنا اول حاجه نجيب اللينك بتاع الكيو ار كود. طبعا لو في صوره خد اللينك بتاعها حطه هنا، او تسكان بالكاميرا، او تسكان بتحميل انك ترفع له فايل في الكيو ار كود. فدلوقتي احنا هنرفع له الفايل، احنا لسه محملينه من شويه. فاخترنا الكيو ار كود ورفعناه اهو، وراح طلع بكل بساطه اللينك. ممكن ندوس هنا هيوصلنا على طول برضه على قناه اليوتيوب بتاعتي. بس الموضوع بسيط جدا. يعني لو هتقولي طيب ازاي لو في كيو ار كود اعمل له سكان او اجيب اللينك بتاعه؟ تعالوا برضه نجربها مع بعض عشان نفهم. فهنيجي هنا ندوس كليك يمين وننزل تحت خالص عند انسبكت، نختار انسبكت، وهنلاقي، تعالوا نعمل زوم عشان نفهم اللي بيحصل اكتر هنا. نعمل برضه زوم جوه، هنلاقي ظهر كلمة ايمج وبعدها السورس. ناخد السورس، هو ده اللينك اللي احنا محتاجينه. نيجي هنا نعمل كنترول اي وكنترول في، نعمل بيست اللينك ونعمل لود اند سكان وندوس الاو. هنلاقي يطلع لنا الريزلت وندوس عليه هنشوف هيودينا على ايه. فهو ودينا على موقع ابل لتحميل انسايكلوبيديا بريتانيكا. طبعا ده واحد من اهم واشهر الانسايكلوبيدياز اللي موجوده. anyways يعني هيودينا فين، لكن دي الفكره بتاعت انك تستخدم ازاي اللود والسكان. فبس الموضوع سهل وبسيط جدا، واكستنشن فعلا كويسه لو انت عايز تكون اسهل في التعامل مع الكيو ار كودز، اللي هي اصلا دلوقتي اغلب الحاجات بيقول لك سكان كيو ار كود، وكمان دقته عاليه جدا. ممكن يكابتشر كيو ار كودز بتبقى غالبا مش باينه. يعني مثلا انا برضه اديكم مثال كمان عشان تفهموا الفكره. هنعمل اوبن للفايل، وتعالوا مثلا نختار كيو ار كود كمان مختلف. في مثلا الكيو ار كود ده مش باين قوي، تحسوه نازل تحت مش ظاهر قوي، لكن لو حملناه برضه هيودينا عادي على الفورم، ونقدر نعمل لها اوبن من هنا. هي طبعا كانت جوجل فورم، وطبعا هيقول لك سجل بالدخول عشان تخش على الفورم. فموضوع لطيف جدا وجميل جدا. بس فده كان الشرح بتاعنا النهارده. شكرا جدا ليكم للمشاهده، ما تنسوش باللايك، سبسكرايب، كومنت، شير، واهم حاجه عجبكم الفيديو ده تشيروه مع اصحابكم. شكرا جدا ليكم للمشاهده. عايزين نوصل 3000 مشترك بأقرب فرصه، فيا ريت لو انت عجبك الفيديو تعمل اشتراك. وبس كده، سلام.